ازيكم يا فنانين؟ حصتنا النهاردة بمناسبة العمل البطولي اللي عملوه اخواتنا الفلسطينيين. انا امال يحيى، ودي حصة رسم. اول حاجة هعمل خط مستقيم ونص دايرة، نص دايرة كمان مرة، وخط افقي، حرف ال، نص دايرة صغيرة، نص دايرة داخلة لجوه، خط زي حرف الراء، حرف راء كبير نازل لحد نص الصفحة، خط مستقيم طويل يدخل شوية لجوه، هوصل الخطين مع بعض يمين وشمال كأني بعمل حرف V. هعمل مربع، من كل جنب هعمل خط نازل شوية لتحت، وهكرر الخط ده 3 مرات كمان. هقفل الشكل بتاعي من تحت، خط كمان، هعمل نص دايرة، نص دايرة كمان مرة، وهكررها على الجانبين. من كل نص دايرة هعمل خط يمين وشمال، هعمل خط مستقيم صغير زي رقم 1 مرتين، وهعمل نص دايرة كبيرة. قدام
المسجد هبتدي اعمل شكل بيضاوي. 11 نص دايرة يمين، نص دايرة شمال، وخط نازل لتحت من الجانبين، وحرف V، خط مستقيم كمان مرة من عند الكتف، وخط مستقيم كمان مرة من عند الكتف. نقفل الخطين، هعمل خط مستقيم من الجنب وزي رقم 8 بالعربي أو حرف V مقلوب، وخط مستقيم كمان ووصلهم ببعض. هبتدي أعمل التفاصيل في الوشاح، والتفاصيل اللي في الوشاح دي مش مجرد رسم، كل خط ليه رمز. الخطوط الطويلة اللي بالأسود بترمز لطرق التجارة الكثير في فلسطين، أما الخطوط المتشابكة دي بترمز للبحر والصيد. أما الخطوط اللي ماسكة بعض زي العصافير دي بترمز لشجر الزيتون، واللي بيعتبر من رموز المثابرة والمرونة والقوة عند الفلسطينيين. الشخص الكرتوني اللي ماسك المفتاح مش مجرد شخص وبس، هنعرف حكايته واحنا بنرسمه. أول حاجة هنعمل نص دايرة وخط مستقيم، مستطيل، شكل بيضاوي، خطين، نص دايرة، نص دايرة كمان مرة، خط زي حرف الإف المقلوب. المفتاح في فلسطين يعني ليهم الأمل في الرجوع لديارهم، وإنهم يرجعوا يفتحوها من تاني. هعمل شكل بيضاوي تاني وإيديه ورا ظهره،
هكمل بقية اللبس. هعمل خطين صغيرين خالص وشكل بيضاوي. حنظلة من رسومات الفنان الفلسطيني ناجي العلي، والرسمة دي بتمثل طفل عنده 10 سنين اتولد اتلاقى نفسه في مخيم بعيد عن وطنه وبيته، وبيدي ظهره للعالم اللي ساعد في ظلم أهل فلسطين وطردهم من بلادهم. علشان أرسم الطيور محتاجة أعمل حرف دي مايل، مثلث ودايرة. حرف دي مايل، مثلث، وقدامهم دايرة. دايرة وحرف الدي والمثلث كمان مرة. كده نكون احنا خلصنا الاوتلاين، وهنبتدي نسرع الفيديو ونلون الرسمة بتاعتنا. ابتديت باللون الازرق الغامق عشان ادي ظل، ثم اللون اللبني، هرجع ازود ازرق غامق على الطروف ولبني في النص، وبقية الاجزاء هلونها باللون اللبني على خفيف. باستخدام اللون البيج لونت الجزء اللي تحت، زودت ظل باللون البني، استخدمت اللون البرتقاني المصفر، واللون البيج عشان اعمل قبة المسجد. هلون ارض المسجد باللون البيج، عملت العلم الفلسطيني في ايد المحارب، وهبتدي الون السماء. لونت اللبس باللون الرمادي واللون الازرق واللبني. هزود ظلال باللون الاسود، وهلون الشعر. كده احنا خلصنا رسمتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الحصة الجاية.